علشان تبطل سجاير فانت محتاج تخليها مفيده ليك او تخلي الدخان صديق ليك، زي انه يخرجك من خنقه او تعبر عن عصبيتك بيه او تعبر عن فرحتك بانك تولع سيجاره في وسط القعده. وبكده اقدر اقول لك انها لسه مضره برضه، بس الحقيقه انك مهما حاولت السجاير هتفضل مضره وهتفضل بتاذيك في كل مره بتولعها. مفيش اي حل سحري هيخلي التدخين مفيد او بلا اضرار، ومفيش اي حاجه تقدر تقلل من ضرر الدخان، بس انت تقدر تبطل تدخين. وهقول لك في الفيديو ده ليه لازم تبطل تدخين. جسم الانسان مكون من اعضاء كتير قوي وكلهم بيكملوا بعض، ومفيش اي عضو يقل اهميه عن العضو اللي قبله، واهم عضو في جسمك هو الرئه اللي اي تلف او اي ضرر بيها هيكون ليه تهديد كبير قوي على حياتك وصحتك، وهتكون مهدد بالموت لانها عضو حساس جدا ومش من السهل ان هو يتعالج لما الموضوع يبقى خطر عليها. وده اللي السجاير شاطره قوي فيه. السجاير تاثيرها الاول والاهم بيبقى على الرئه لانك بتستنشق الدخان بتاعها، وبما ان الرئه متضرره فانت جسمك كله وصحتك كلها متضرره بشكل كبير قوي بس بطريقه غير مباشره، لان مجهودك هيقل، وبما ان مجهودك قل فصحتك هتقل، وفي خلايا كتير بتموت ومش بيتعاد تجديدها ابدا لان اصلا جسمك مسرطن بالنيكوتين. وبكده اقدر اقول لك انك ابتديت تساعد نفسك على الشيخوخه المبكره. براين جونسون، الشخص اللي رافض يموت او حتى يكبر في السن، على حسب كلامه ان الشخص ده بيدفع ارقام مهوله سنويا عشان بس يحافظ على صحته، بيخلي الخلايا ما تكبرش في السن بل تصغر في السن، وبيشتغل معاه فريق كبير قوي من الاطباء بتتابع كل خليه في جسمه وبيعرض النتائج بتاعته ديت على النت عشان انت لو حابب تغير جسمك او تحسن من صحتك تاخد النتائج دي ببلاش. This is the man spending millions to become 18 years old once again. Brian Johnson. For the next 24 hours, I'm going to be trying his daily protocol. Let's see if I survive. تخيل معايا شخص بيدفع كميه الفلوس المهوله دي سنويا عشان بس يحافظ على صحته، وانت ب 100 جنيه بس بتساعد نفسك على الانقراض في اقرب وقت. انت لو ما تعرفش اضرارها فانا مش هصدقك لان اصلا اضرارها مكتوبه على علبه السجاير، وانت اكيد قريت قبل كده عن الموضوع ده. يا عم دي ممكن تضر الجنين في بطن امه حتى لو امه ما بتشربش سجاير، بس بمجرد انها تستنشق الدخان بتاعها. بس هنفترض انك مش مقتنع بالكلام ده ولسه بتشرب سجاير لحد دلوقتي، بس انا هقنعك ازاي تبطل سجاير. لو ما تعرفش السجاير بتعمل ايه في رجولتك فخليني اقول لك على شويه كلام هيوجعك شويه. اول حاجه وهي بتقلل من هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره في جسمك. الهرمون المسؤول عن انه يخليك راجل ويبين صفات الرجوله فيك بيقل بشكل كبير جدا، وهرمون ذكوره قليل يعني حيوانات منويه قليله يعني ضعف انتصاب، وانت اكيد مش هتحب تكون كده. وزي ما قلنا ان هي بتضر الرئه فبالتالي انت مجهودك هيقل قوي لانك مش قادر تاخد نفسك في اي مجهود انت بتعمله، والموضوع ده هيأثر على كل حاجه مش بس رجولتك بس، لان اصلا الهرمون بتاع الذكوره بيشتغل او بينشط لما جسمك يكون نشط، بتعمل رياضه، بتتحرك، بتعمل الحياه الطبيعيه، فانت رئتك تعبانه ومش قادر تاخد نفسك، فالطبيعي مش هتعمل مجهود كبير قوي فهيأثر عليك بشكل مباشر. ولو وصلت لحد هنا فانت بالتاكيد عندك اراده انك تبطل، وزي ما انا بفيدك انت كمان ممكن تفيدني بانك تشترك في القناه وتدوس لايك لانه فعلا بيدعم الفيديو. خلينا يلا نكمل. سيبك بقى من كل اللي انا قلته دوت والكلام العلمي اللي احنا قلناه ده كله، وتعالى نبص بص على الواقع واللي بيتشاف بالعين. هتلاقي شويه اعراض ظهرت عليك، زي اول حاجه تجاعيد الوش. رقم واحد تجاعيد اسرع، التدخين بيكسر الكولاجين في البشره وبيخلي بشرتك تتجعد وتترهل بشكل اسرع. رقم اتنين سواد تحت العين بسبب قله الاكسجين اللي موجوده في الدم. رقم ثلاثة سواد تحت العين لان التدخين بيقلل الاكسجين في الدم، هتلاقي طبعا هالات سوداء بشكل اوضح. رقم أربعة صفار الاسنان والتسوس بسبب النيكوتين والاطران اللي موجودين في السجاير. رقم خمسة ريحه البق الوحشه قوي، حتى لو غسلت اسنانك بتفضل ريحه بقك مش حلوه، حتى نفسك ما بيبقاش ريحته حلوه خالص. رقم ستة تساقط الشعر، هتلاقيها معلومه غريبه شويه بس النيكوتين بيضاعف بصيلات الشعر فده طبعا هيساعد على ان انت تكون اصلع. رقم سبعة ضوافر صفراء وهشه بسبب النيكوتين اللي موجود دايما في ايدك وانت بتشرب السيجاره. دخان السيجاره اللي بيطلع فيه نيكوتين وفيه اطران برده بيصبغ الضوافر. رقم 8 ضعف العضلات ونقص الضخامه لان التدخين بيقلل الاكسجين في الدم وبالتالي مش هيوصل الدم لعضلاتك بطريقه كويسه فهتخس. وبكده انا قلت لك 8 اسباب كفيله ان هي تخليك تكره اليوم اللي انت شربت فيه سجاير، واظن ولا انا ولا غيري هنحب نشوفك بالمنظر ده. ريحه بقك كفيله ان هي تاثر على كل علاقاتك وبالذات العلاقه العاطفيه، وانت فاهم قصدي كويس ايه. وعلى فكره في احتماليه كبيره قوي انك تجيب طفل مشوه حتى لو العيب مش منك انت بطريقه مباشره، لان ممكن مراتك تتاثر بالعوامل الخارجيه اللي انت بتسببها بسبب التدخين بتاعك وبالتالي هيأثر على الجنين في بطنها. فبدل ما تكون شخص مهندم ريحه بقه كويسه وشكل جسمه حلو ومهتم بصحته هتكون المسخ ده. اما اذا كنت عندك اراده انك تبطل ومحتاج بس زقه صغيره قوي فتعال لك على حاجه حلوه، انزل جيم. مش اي رياضه وخلاص، لا انزل جيم بالاخص. الجيم هيكبر حجم جسمك وحجم عضلاتك وبالتالي لما تقف قدام المرايه هتحس بفخر وثقه عاليه قوي في نفسك. وجيم يعني مجهود كبير قوي فانت هتحتاج مجهود ونفس طويل قوي في الجيم، فهتلاقي نفسك بتقلل سجاير وانت مش واخد بالك عشان توفر الطاقه والنفس في الجيم. بعد كده خلي الموضوع صعب عليك قوي بانك تشرب سجاير، يعني بانك تنزل من غير فلوس، يعني تنزل بالمبلغ اللي انت محتاجه بس عشان تروح تجيب حاجه، ما تنزلش باكتر من اللي انت محتاجه وبس. وفكك بقى من جو هشرب
سيجارتين بدل 10 سجاير في اليوم والجو الحمضاني اللي احنا كلنا عارفينه ده الا اذا كنت اصلا ما بتشربش اقل من علبتين سجاير في اليوم او علبه ونص. بدل العاده دي بعاده تانية، زي مثلا لما تحس انك عايز تشرب سيجاره انزل مثلا 20 ضغط، وبعد ما تعمل 20 ضغط هتلاقي نفسك اصلا انك مش قادر تشرب سيجاره بسبب ان انت مش قادر تاخد نفسك من الضغط اللي عملته. اول ما تحس انك عايز تشرب سيجاره كل وبعدها اشرب شاي مثلا، هتلاقي الرغبه قلت بسبب ان الدم كله بيتدفق في المعده عشان يهضم الاكل اللي انت اكلته، وهتلاقي مخك مشغول بالموضوع ده، فما يتهيأليش انك هتحتاج تشرب سيجاره ساعتها. وفي الاول وفي الاخر عايزك تفتكر ان دي صحتك انت، لو اهتميت بيها وكبرتها فانت لوحدك اللي هتستفيد بالثمار بتاعها، لو اهملتها فانت اللي هتشيل قرفها لوحدك. اتمنى يكون الفيديو فادك باي شكل من الاشكال ولو بنسبه 1% حتى، ويكون فعلا ساعدك او اداك مجرد جرعه صغيره قوي من التحفيز انك تكون احسن. وبس كده، اشوفك في فيديو تاني.